الفك من افضح الملفات القضائيه داز في المغرب. انا صحفي وكنشتغل وكنقرا وكنفهم واحد شويه القانون، ملفك انت فضيحه بكل ما تحمل يعني اللي لبسك هذا القفطان كان مع حشومه. كيف ما سمعتوا في هذا المقطع فيديو الاول، يعني اشنو قال المهداوي بعد ما اليوم نزل الحلقه ديالو على القناه ديالو استطب فيها المديمي. قال ليه الملف ديالك اللي زعما راه شي حاجه فضيحه، يعني بهذا المصطلح. واخا نقولوا انه كان هاد المديمي دخل بواحد الشكايه من عند وزير الداخليه وشكايات وحدين اخرين اللي الله تفعلوا. نخليو هذا الموضوع ابار وغادي ندوزو لواحد الحاجه. بعد ما يعني المهداوي يتطرق لهذا الموضوع، بعد ما قلت لكم انا في الفيديوهات قبل انه رجع الموضوع ديال دنيا باطمه للواجهه، جميع الصفحات كيهضروا عليه، جميع القنوات اللي كتهضر في الحقوق ديال الانسان كتهضر على هذا الملف ديال دنيا باطمه وعلاش التماطل. بعد ما واحد الخليه ديال المفسدين بدات كتدخل واحد مور واحد شي كيفضح شي، وبداو كيتشدوا، بداو كيحيدوا المناصب ديالهم، اللي كيدفع غرامه ماليه وكيخرج، اللي باقي القضيه ديالو في النقد، اللي في استئناف، كل واحد هو شنو واقع ليه. هنا كيتسائل على القضيه ديال دنيا باطمه فين وصلت. اشنو جاوبوا المديمي، قال ليه انه فاش تشدات تدخلوا ناس من الخليج. اشنو هضرت لكم في الموضوع ديال الفيديو اللي قبل؟ قلت لكم انه قضيه فيها حتى ناس الخليج، والقضيه ديال مقتل وئام الدحماني وهذا الملف ديال حمزه مونبيبي راه ماشي فيه غير هاد 6 ولا هاد 7 اللي تشدوا، وانما 15 واحد اللي كانت باينه شي حاجه قلت لكم تشدات منها، وكيقول الله اعلم باقا شي حاجه، ولكن راه الجذور قلت لك ديالها متعرشين ديال بصح كل واحد وفين كاين. علاش يدخلوا صحاب الخليج في هذه القضيه؟ صح هما اللي خلصوا دوك المبالغ كاملين الخياليه ديال دوك المحامي، وحتى دوك الملاير كيتسائلوا عليهم ديال الرشاوي وديال حسن اطلس وديال منين جاو لدنيا باطمه دوك الفلوس كاملين، شكون اللي خلص هذوك الفلوس كاملين؟ حيت هاد القضيه مادام هي باقه ما بانتش الا وكيخرجوا حقائق اللي هما صادمين. من التحليل ديالي ومن التحليل ديال اي واحد عادي يبان لكم انه كاينه شي حاجه ما راكباش في هذا الملف. علاش مني تصدر الحكم على دنيا باطمه كلشي دخل قضى العقوبه ديالو، وهي قالوا انها حامله ما خاصهاش تدخل تقضي العقوبه ديالها. وحنا كنشوفوا كيتولدوا نساء وليداتهم في السجن، كاين اللي ولدها ولا بنتها كتردعوا حتى هو كيدخل للسجن حتى كيكمل العقوبه ديالها وكتخرج هي والوليد ديالها. دنيا باطمه كانت حاله خاصه وما دخلاتش للسجن. قال لك علاش؟ لانه دخلوا شي ناس. ولكن هنا اشنو كنستنتج لكم من تحليلكم؟ انه ماشي القاضي اللي كيعطي الحكم، كاينه شي حاجه اللي فوق القاضي هي اللي عطات الحكم. لانه ملي كتشوف شي حاجه بحال هذه باينه فيها الرشوه وباينه فيها تدخل الناس كبار وباينه، يعني القضيه كبيره، القضيه اكثر من هاد الملف اللي كما كنقولوا ولا كاع نقولوا حساب. هاد الحساب ديال حمزه مونبيبي اللي كان فيه 14 مليون متابع، راه ماشي سهله. 14 مليون كل واحد يعني من الدول العربيه كاملين، وحتى الناس ديال الدول العربيه القاطنين في اوروبا، وكلشي كان كيتفاعل مع هاد الحساب. وحتى دنيا باطمه قالت لك كل شيء يمشي للسجن، ولا مشيت انا دخلت كل شيء يدخل معايا، حتى اللي كانوا كيتفاعلوا معايا، وهادو تصاريح اللي كاينين. هذه من واحد الناحيه. من واحد الناحيه حمزه علاش خرجتو كتضربوا دابا حاليا في المهداوي؟ هذاك سيدكم وتاج راسكم وما تقدروش عليه. شوفوا المواضيع اللي كيتناولهم. الا تناول المديمي وعيط ليه وسولوا على دنيا باطمه ما فيها باس، لانه هو المفجر ديال الملف ديال حمزه مونبيبي، وراه خدا الجزاء ديالو في هذا الملف. واخا هو علاش ما باغيش يعترف انه دنيا باطمه هي وراء هذا الشيء كامل. وتحفه باش كتقولوا انه شي ناس كيقولوا انه تحفه تعرف بالمديمي، تحفه معروف شحال هادي، تحفه هو اللي عرف المديمي على الناس. وبالصح المديمي حتى هو عنده ارشيف ديالو، وحتى هو معروف، ولا دخلتوا لجوجل غتلقاو عنده حتى هو شحال من حاجه. ولكن حنا كنقول لكم على السوشيال ميديا شكون اللي وجه
القضيه؟ شكون اللي دارها في الواجهه؟ شكون اللي خلى الناس تضامن ولات القضيه قضيه راي عام؟ قضيه المديمي. لان قضيه المديمي ما كانش يضرب فيها مثلا 3 سنين ونص او 4 سنين او 5 سنين ويخرج، ولا 3 سنين ونص اللي دوز كان يمشي فيها مشيه خايبه لانه خائن للوطن. هادشي اللي داروا ليه، وفي تحريض على التراب الوطني وبزاف ديال التهم اللي كانت واحد تهم باطله. معليش، لانه السيد انا ماشي كنقول لكم دار لحد الان ما ثبت عليه تهمه، ولو يعني الناس كتقول لا ما يمكنش وعلاش تشد. شوفوا هذاك القانون لو كون كانت عنده شي حاجه ما عادش يخرج، ولو ادماج ولو ما ادماج ولو، لانه السيد لعبوا ليه الطبخه ولعبوها ليه مزيان. وشكون اللي كان وراء القضيه؟ كانت وراء القضيه ديال دنيا باطمه، لانه لو كون ما كانش محرحرها المديمي ما عادش يكتبوا تدوينه مع دخل المديمي السجن يقولوا ما كرهناش يتجلد ويترجم في جامع الفنا ويكون عريان والغادي والجاي يضحك فيه. وداروا لي واحد التصويره ديالو انه كله دمايات ونزلوها على الانستغرام. لان لو كون ما كانش عندهم علاقه حتى حمزه وما ينوضوش بالاسم ديال دنيا باطمه اللي خرجوا الناس اللي كانوا معاها في الجروب كيقولوا انها هي وراء المديمي وهي اللي بغات له هادشي كامل، وما عاديش يفضحوها ويقولوا انه راه عادي تحكم بهذا وبهذا. خرجوا احكام من عندهم، خرجوا بزاف د الحوايج. تحفه راه ما عنده حتى علاقه باش انه ينوض يحارب الرقيق ولا خربوش ولا الداودي ولا الميراوي ولا الفتيت. هادشي كامل منين جا لتحفه هاد الاخبار؟ هاد الاخبار من المديمي، لانه المديمي كيتواصل مع الام ديالو والام ديالو كتواصل مع تحفه علاش ينوض هو يحارب هادو؟ لانه هو عارف عندهم الايد في السجن ديال المديمي. شوفوا واخا المديمي يشكر تحفه واخا ما يشكروش، واخا الناس تقول انه تحفه خدا مبالغ، تحفه ما خدا حتى مبالغ خياليه، ما دار فيرما ما دار فيلا ما دار حتى شي حاجه على ظهر المديمي. تحفه بالعكس تشهر فيه وتشهر به في حمزه مونبيبي وبمراته والشكايات عباد الله اللي قرب يوصل واحد قول راه قفل هذيك 200 شكايات بقى لي فيها، ما بقى لي عليها والو، لانه وعا حاليا دابا في المغرب وعليه شكايات دارهم بكيدين. خاصو يدخل يحيد. علاش؟ لانه كيهضر في الحق، كيهضر في شي حاجه مهمه. ها هو المديمي دخل للسجن وخرج وقال لك خاصها تدخل تقضي العقوبه ديالها بحال اي مواطنه مغربيه دارت واحد الجريمه او دارت واحد الفعله خاصها تدخل تقضي العقوبه ديالها. علاش زعما حامله ما تدخلش؟ وها هو اللي اليومنا هذا مازال ما دخلاتش. علاش هاد التماطل ما عرفناش علاش. والناس اللي وقفات مع المديمي في المحنه ديالو راه المهداوي شكرهم. مني شكرهم اللي تفكر المديمي قالك الله يسهل عليهم هذا. مهم شكرهم. ارجعوا للحلقه تفرجوا. انا ما كنعقلش على يعني بالضبط كلمه مور كلمه كنعطيكم كفكره. حتى هو شكر اصحاب الجاليه ولكن ما شكرش تحفه. ما عمرو يمكن باقي عايشكر تحفه ولا واخا تحفه راه ما دار فيه والو. وحتى فاش خرجوا كيضربوا فيه في رمضان راه كيحاول انه يرجع المياه المجاري ديالها باش ما يضحكش فيه العديان. الناس اللي متبعين لايف عند ماروك نيوز لاين من البدايه ديالو طلع عند ماروك نيوز لاين وكيقول الام المديمي كيقول لها امي زينب كتقول لي اولدي، يعني باقي لحد الان ما بغاش. ورغم ذلك كيخرج المديمي وكيقول انا باعوا وشراو في قضيتي، انا خداو مبالغ خياليه على ظهري. خرجوا القنوات كيقولوا انه تحفه راه خدا فلوس وراه خدا هادي وراه خدا هادي. اما بالنسبه للاستاذ زهراش ملي كان كيترافع ما قالش انا كنترافع فابور عليه او لا انا مساند ديالو فابور. السيد كان كيتقاضى الاتعاب ديالو ومادام الجاليه كتعطيه باش يتقاضى ويترافع وهذا يعني من حقه ياخذ دوك الفلوس. وخا المديمي ما عجبوش الحال قال لك لا ما ياخذش دوك الفلوس، ما يتخلصش من عند الام. النيابه العامه محكمه ابتدائيه ووكيل الملك محكمه ابتدائيه ارتكب خطا. خصوش طبع الجميع في حاله اعتقال وشي بحال اعتقال. كون هذا الملف انتهى. علاش هاد السيده هي داكم يعني حضرت بهذا التمييز؟ راه دابا كاين دوك العلاقات ديال المغني ماشي سواعده ولا شي اماراتيين ولا خارجيين تيبقى يطلبوا يدخلوا